بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ديما في قناتي. لو سهلا بكم حبيباتي. اليوم رجعت لكم من جديد كما تعرفوا وصفاتي سهلين وبسطاء وبنان في نفس الوقت. البنة مضمونة. اليوم جبت لكم لابيري على طريقة المطعم، جات ما شاء الله، قلت خلي نشاركها مع حبيباتي. الطريقة سهلة خلاص حبيباتي وبسيطة وتجيكم ما شاء الله. تفضلوا معايا. بسم الله. واش عندي هنا؟ عندي كيلو تاع البطاطا كما تعرفوا لازم نغسلوها من قبل ونعاودوا نقشروها ونزيدوا نحطوها في اناء ونزيدوا لها الماء ونقصوها بالطريقه اللي نحبوا، نحاولوا نديروها شويه رقيقه. هنا عندي كيلو تاع البطاطا والبرمه تاعي راهي تغلي. انا اليوم لابيري تاعي راح نديرها مقليه كما راكم تشوفوا حبيباتي. نقصوها هكا ونجيب نعاود نمصمصها ونجيب الكسكاس نحطها داخل الكسكاس، نحط لها رشه نتاع الملح وراقي تاع الرند ونخليها تفور ونروحوا نخدموا لاصوص تاعنا. اليوم راح نديروا لابيري بالكبده نتاع الدجاج، واللي بغات ديرها بالكبده تاع الخروف ثاني تجي ما شاء الله. الطريقه كيفاه نخدمها انا؟ نجيب الطنجره نحط فيها مغرف نتاع المارغرين وزوز مغارف زيت ولا ثلاثه ونخليها الزيت تاعي تسخن مليح. بعد ما نظفت الكبده نتاعي نحيت لها الشحومات وشويه الزوائد هذوك وغسلتها مليح في الخل والملح، صفيتها وخليتها تتقطر. نحطها في هذيك الزيت وهي سخونه تغلي، نرشها برشه تاع الملح ونخليها تخرج هذه العصاره نتاعها. هذا الماء اللي نحتاجوه نديروا به لاصوص لابيري تاعنا اليوم وتجيب بنه خرافيه. نجيب هنا صحنه صغيره نصفي هذيك العصاره اللي خرجت من الكبده نتاع الدجاج، نخليها جانبا ونروح نرجع الكبده نتاعنا نحطوها فوق النار نخليوها تتقلى. هنا تتجمر مليح، تشرب مليح هذاك الماء نتاعها وتزيد تقلى لنا وتجي بنينه ما شاء الله. وهنا تقدروا تقصوها على زوز، يعني ديروهم من طرف صغار اذا تحبوا، واذا تحبوا تخليوهم هيك خليوهم. نخليوها تتقلى كل شوي نطلعوا عليها حتى نشوفوها تحمرت ورجعت مجمره. نحيوها، نجيبوا صحنه ثانيه نزيدوا نحيوها نحطوها في جانب بهذا الشكل. صدقوني غير لاصوص تاعها تجي بنينه على الكيف وتوالم لابيري ما شاء الله، يجيكم كيما تاع المطاعم. سيوها باش خسرتوا. هنا بعد ما نحيت هذيك الكبده جبت هذيك لاصوص اللي صفيتها لوحتها في الطنجره ونجيب التوابل تاعنا. واش عندي هنا؟ عندي نص مغرف تاع الطماطم